بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معايا النهارده فيديو كوميدي شويتين على شويه تريقه هاخدها للاخر، وفي نفس الوقت كمان معايا فكره كويسه جدا للي حابه تعمل عيش قمح وما بتعرفش تعمله ابدا زي حالاتي. معايا النهارده الفكره ديت انا فكرت فيها وصلت فيها نتيجه كويسه مرضيه، وحبيت اعرضها معاكم النهارده في الفيديو. قبل اي كلام وقبل اي حكايات، نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دوسوا لايك يا حلوين للفيديو علشان الفيديو يوصل لأكبر كم، عشان الكل يتعلم منه وتستفادوا، ولو بفكرة واحدة ولو بكلمة واحدة أكيد أنا هكون مبسوطة. نبدأ الفيديو بتاعنا. بدأنا الفيديو بتاعنا النهاردة بالعجين. العجين في البيت خير ورزق وبركة وريحة حلوة وحاجات وذكريات قديمة جميلة بنعيش عليها. بس العجين النهاردة مختلف تماما بالنسبة لي أنا بالذات. أنا أول مرة في حياتي أعمل عيش القمح النهاردة معاكم على القناة، أقسم بالله أول مرة في حياتي. أنا عمري في حياتي ما عملته، ولكن بقالي فترة طويلة جدا نفسي أعمله. بصراحة جوز طلبوا مني، وأنا ما بحبش يطلب مني حاجة وما بعرفش أعملها. يعني كلمة ما بعرفش دي انا ما بقولهاش، يعني اطلب الشيء وان شاء رب العباد ربنا هيقف معايا وهيكبر بخاطري، وهبقى تحت حسن ظنك وهعمل الشيء اللي يرضيك باذن الرحمن. وطالما الانسان بيتوكل على الله ان شاء الله ربنا معاه. هنا بدات ان انا اجيب الدقيق. ده دقيق اسمر اللي هو دقيق نخاله القمح، مش دقيق فينو ولا الكلام ده. ده دقيق قمح اللي هو الاسمر. تمام. بدأت هنا أدفي شوية مية، وحطيت باكو من الخميرة اللي هي معلقة كبيرة من الخميرة وذرة ملح، وبدأت أعجن بمية دافية دافية مش سخنة. العجينة في إيدي الأول ما أمرقهاش، لا اعجني كويس الأول وظبطي عجينتك. وبعد ما تعجني هتبدأي بقى تنزلي المية بسيط جدا بكفة ايدك التاني، تحطي شوية مية علشان العجينة ما تطرش منك وتقدري تتحكمي فيها. دي للجماعة المبتدئين اللي زي حالاتي. نبدأ بالراحة كده نعجنه بهدوء وما تطرهوش قوي عشان تقدري تتحكمي فيه الى حد ما. عجننا العجين الحمد لله رب العالمين، نسيبه بقى يختمر. هنا بقى نزلت بقى بالرده على الصينيه. طبعا بيتعجن بيتقطع او بيتقرص على رده كتير جدا وشويه زيت في طبق. هنا بقى في حصلت لخبطه، بما ان انا اول مره لسه مستجده فانا ما رضيتش امنتج الفكره دي وقلت سيبها. انا هنا شقلبت ايديا، المفروض كنت ابل ايدي التانية زيت واسحب باليمين، لكن انا هنا عكست الفكره. بس انا هنا ايه، رجعت صلحت الموضوع تاني. تمام. انا هنا بقطعه صغير مش عايزاه كبير، يمكن كمان كنت عايزاه اصغر من كده كمان. دي الفكرة التانية. الفكرة الاولانية ان انتي ما تخليهوش طري معاكي قوي، خليه الى حد ما ماسك حلو شوية. الفكرة التانية ما تقطعوهوش كبير، قطعيه صغير علشان تقدري تتحكمي فيه وتحطيه في الفرن في سلام وامان بدون ما يتعوج او يتبهدل منك او يخسر لا قدر الله. نقطة الزيت اللي في ايدك والايد التانية تكون، يعني الايد اللي فيها زيت دي نظيفة، والتانية بتشيل العجين كده من العجانة او من الحلة بتاعتك، وتبدأي تحطيها على كفة ايدك اللي فيها الزيت، وتبدأي تحطيه وتفرقي ما بين بعضه علشان ما يلتصقش ببعضه. لما بتقطعي على الوسع. قطعنا العجين بتاعنا وتمام. هتعملي ايه بقى؟ معلش القمح بتاعك ده هعمل اكله ممتازه جدا. في وسط وانا بعمل الاكله بتاعتي دي جالي ضيف، فطبعا انا كان عندي كيس سمك في الفريزر منضفاه ومظبطاه وطلعته. يعني قلت يبقى جنب الاكل. يعني كنت ناويه النهارده اكتفي بحله الباميه بتاعتي الجميله دي وصينيه البطاطس في الفرن مع شويه العيش السخن، العيش القمح اللي هعمله بايدي باذن الرحمن. ولكن لما طب الضيف طبعا ما يصحش ان انا اقدم الاكل كده وبس. عملت جنبي كمان شويه رز بالبصل، وهنا كمان حطيت لكم افتكاسه حلوه جدا غير بتاعه العسل وغير بتاعه الشبت، هتشوفوها معايا في الفيديو. هنا بدات اغرد صينيه البطاطس بتاعتي، مش عايزه اقول لكم وهم وحكايه وتحفه قد ايه. هنا عملت كل حاجه نايم بعضها. قطعت البطاطس طرنشات، الفلفل كمان كان سبايسي طرنشات، طماطم قطعتها مكعبات بسيطه، والبصل قطعته جوانح اللي هي شرايح رفيعه جدا. بعد كده نزلت نص معلقه توم وبهرت اكل تمام عادي، ونزلت بيه كبشه من الصلصه اللي انا كنت مصلصاها وسايباها عندي. تمام. البهارات اساسي كمون لما يكون في توم، وهتحطي شويه فلفل اسود ونص معلقه من السبع بهارات، وبعدين هتقلبي بقى مع شويه الملح الدنيا دي كلها وحطها في الفرن تنشف صغير شويه صغيرين. بعدين انزلي بقى بشويه ميه بسيط. لو انت هتغمسيها بالعيش طبعا هتكون ناشفه. طب لو انت مثلا عايزاها برز او تمام
بتزودي المرقه بتاعتها شويه، ده في ايدك وده في ايدك، ربنا يحسن ما بين ايدينا. ونصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. البساطه مفيش احسن منها، والاكل الجميل بتاع اهلنا. شوف الدموع بقى، دموع بقى، والدنيا احتست معايا على الاخر، ولا كاني بعيط بقالي سنه. ده من ايه؟ من بصلتين قطعتهم. طلعت هنا الباميه، حطيتها على البصله بتاعتي. انا هنا عامله بصلتين كبار ممتازين كده، يدوب بس خدوا تتبيله كده، دبلوا معايا، ما احمروش، دبلوا معايا. نزلت بالباميه، ونزلت كمان بحته من الليه، ونزلت كمان بربع معلقه من الثوم وشويه كمون، وسبتها مع بعضها شويه. انا هنا هرجع تاني وهحط توم بس مش دلوقتي. وهنا حطيت قرن الفلفل كمان. هقلب الدنيا ببعضها. كان عندي شويه مرقه في الثلاجه، طلعتهم. هنا بحط بقى كبشه الصلصه على البطاطس عشان ما نطوش كده من بعض. كده البطاطس شبه كملت. مش عايزه اقول لكم كل حاجه فيها بتتاكل، مفيش حاجه فيها ما بتتاكلش. بألف هنا وشفا. هنا خلاص حطيت كمان نص مكعب مرق على البطاطس، وانا ضفت المرقه اللي كنت عيناها معايا على الباميه بتاعتي بعد ما اخدت يجي تلت او ربع ساعه تشويح مع البصله وفص الثوم. هنا المفروض العجين كان بيخمر وانا بوريه لكم، بس الموضوع هنا اتشقلب معايا مش عارفه ازاي بصراحه. جانا بقى لتتبيله السمك اللي انا كنت عيناه في الفريزر. وهنا بدأت اتبل بقى السمك معايا. طبعا انتوا عارفين تتبيلتي في السمك موحده ما بغيرهاش، طماطم وفلفل وبصل وليمون، وكمان معلقه وشويه شبت على كزبره بقى احطهم كمان يدوا تيست ممتاز مع الليمون وعصره ونقطه من الخل. والبهارات اساسي بالنسبه لي في السمك كمان الكمون، كمون وكزبره وملح وشويه شطه ونص معلقه كده 7 بهارات. وبقلب كل ده على بعضه. وبحط كمان، انا قلت معلقه الخل، قلت معلقه الخل. وبعدين بقى ايه احلى تتبيله سمك ممكن تتخيليه. طعم وريحه والله ما اقدر اوصفها لكم قد ايه جميله جدا. تحشي بقى بره وجوه زي ما انت عايزه، وتحطي السمك بتاعك في الصينيه برضو زي ما انتم متعودين ان انا بحشي السمك بالطريقه دي. وهنا البصله بتاعتي اغمقت قوي بالدرجه اللي انا عايزاها. وهنا التيست اللي قلت لكم عليه او الحركه اللي عملتها دلوقتي، معلقه من الصلصه اللي انا مخزناها، معلقه كبيره كويسه يعني، حطيتها مع الميه وهي بتغلي مع نص معلقه كزبره. وبعدين تمام غطي بقى الحله بتاعتك لحد الميه ما تغلي بالبصله اللي انت غمقتيها شويتين، وكمان حطيتي فيها معلقه الصلصه. هتحمر معاكي الرز وهيبقى منظره حلو جدا، يديكي لون اورنج كده تحفه، كمان طعم حلو جدا. هنا بعد ما تبلت هنزل بقى بشويه السوائل اللي نازله ده على ظهر السمك من فوق، وكمان هنزل بيه شويه زيت على ظهر السمك برده، وكمان عصره ليمون فوق السمك كمان. وكده يبقى السمك معايا انتهى كده بعصر الليمون. وحطي بقى القشر بتاعه، ما فيش اي ضرر منه خالص. وحطي بقى شويه الزيت على وش السمك، وحطي صينيه البطاطس مع صينيه السمك في الفرن. ما اقولكوش على الريحه، كمان ميكس طلع روعه في الريحه. هنا بدات اعمل بقى العيش بتاعي في الفرن. طبعا اول ما الواد صورني وانا شغاله اصلا، يعني ما جاش من بدايته خالص. انا هنا عملت العيش هنا بقى معايا، ومش عايزه اقول لكم كان طعمه عامل ازاي، والرغيف من جوه مفتح وجميل جدا. والله العظيم النتيجه كانت عجباني بالنسبه لان انا اول مره في حياتي بعمله، عمري في حياتي ما عملته. انا مش هعرف اريحه، يعني فكره ان انا اقعد اهز المطرحه كده بالرغيف، والله اهز نفسي واحط نفسي في الفرن والرغيف ما يتهز من عن المطرحه ابدا. يعني الصراحه يعني رحمه امرئ عارفه قدر النفس. انا بحط الرغيف كده وابدا اعمله بالراحه بهدوء، باني لسه يعني انا برضو متوتره ومش يعني مش مطمنه قوي، لان قدامي طري جدا في ايدي فخايفه. في نفس الوقت بدات افرده بالراحه جدا. هنا بوريكم معايا هي اسحه بقى. بدات افرده معايا بالراحه جدا وبهدوء واحطه في الفرن. ما شاء الله النتيجه كانت راضياني الى حد ما. انا طبعا يعني اتمنى ان انا اكون افضل بكده بكتير فيه، ولكن النتيجه كويسه جدا. لو انت حابه تاكلي عيش قمح مش بتعرفي تعمليه، هتعمليه بنفس طريقتي دي، هتاكلي عيش قمح ممتاز وكمان كويس جدا. خلاص الاكل بتاعي استوى على كل خير. رشينا شويه زبيب على وش الرز اللي تحفه. شوفوا لون الرز عامل ازاي. معلقه الصلصه اللي بتحطيها صلصه انت عاملاها في البيت مش معلبه، ولو عندك معلبه ما يمشي الحال برضو، مع شويه الباميه وشويه السلطه، وكمان صينيه البطاطس وصينيه السمك والعيش القمح اللي انا خبزته. مش قادره اقول لكم كان الاكل طعمه وريحته وجماله كان عامل ازاي. طبعا في ناس هتقول طب ايه جاب الباميه مع السمك؟ يا جماعه انا كنت عامله اكله وكمان ضفت عليها الرز والسمك، لكن هنا كانت الاساسي كان عيش القمح مع صينيه البطاطس وكمان حله الباميه.
بألف هنا وشفا على قلبهم. ويا رب الفيديو يعجبكم واكون تحت. شوفوا العيش ما شاء الله طري جدا جدا. انا هنا شوفوا هتنهولكم في ايدي اهو عشان تعرفوا قد ايه طري وجميل ومفهوم، يعني متفتح من جوه مش مكتوم كمان. والرز ريحته وطعمه تحفه تحفه تحفه. وكمان السمك وكمان الباميه، طبق السلطه، وكان احلى غدا. يعني ببساطه جدا حاولت ان انا اوصل سفره ممتازه لاي ضيف ممكن يطب عليكي فجاه كده. وكمان على قد ما كان متعب الفيديو بس كان عاجبني جدا وكنت فرحانه قوي اني بعمل العيش ده لاول مره في حياتي. بألف هنا وشفا. يا رب الفيديو يعجبكم واتمنى ان كل فيديوهاتي تعجبكم، واتمنى ان الحلقه اللي جايه تكون افضل بكتير من اي حلقه تانية. اتمنى تصلوا على سيدنا النبي كتير جدا في فيديوهاتي وبره فيديوهاتي، وتدوسوا لايك للفيديو. بشكر كل تعليق محترم وكل قناه جميله وكل ناس محترمين على راسي بيكتبوا لي تعليق بيحفزني وبيفرحني. ربنا يسعد قلوبهم جميعا ويسعد قلوبنا جميعا ويجبر بخاطرهم وخاطري وخاطر كل المسلمين، امين يا رب العالمين. اشوفكم على فيديو احسن وافضل باذن الرحمن. دوسوا لايك للفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم واتمنى اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.